دكتور فواز جرجس أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن. بروفيسور فواز، سؤال دبلوماسي من الناحية الدبلوماسية الصرفة، هل يستحق من وجهة نظرك ما ورد من تصريحات شاذة مثيرة للجدل للمؤرخ الجزائري محمد الأمين بلغيث؟ هل يستحق وصف الإمارات بصانعة الفتنة واتهامها بضرب استقرار الجزائر فقط لأن البرنامج بثته؟ الجواب هو لا قطعا. أنا بالفعل أقولها من محبتي للجزائر والجزائريين. لا أفهم السلوك الجزائري في السياسة الخارجية والقضايا الداخلية في السنوات الأخيرة. هذه القضية وقضايا أخرى مشابهة تعكس خللا في السياسة الخارجية الجزائرية التي بدأت تمتهن صناعة الأعداء. يعني أولا هذا برنامج تلفزيوني مثير للجدل، يستضيف يعني محللين ومؤرخين ليتعامل مع قضايا جدلية، قضايا مثيرة للنقاش. وأعتقد أن الجزائر مع كل احترامي للجزائر ضخمت هذه القضية أكثر بكثير مما تستحق. وأعتقد أن هذا التعامل يعكس طبيعة زيادة جرعة التسلط في الجزائر، ويعكس أيضا الخلل في التعامل مع القضايا في السياسة الخارجية. ومن هنا يعني الجزائر دولة محورية في الإقليم، الجزائر دولة وازنة. هذا السلوك الحقيقة سلوك انفعالي تآمري، ولكن هناك تناقض بالعودة قليلا إلى الوراء. أستاذ بالقاسم، ألم يكن محمد الأمين بلغيث هو ذاته أحد زعماء حركة الباديسيين النوفمبريين التي تبنت طروحات عروبية عنصرية ضد الرايات الأمازيغية التي رفعت في المظاهرات التي عمت الجزائر خلال فترة الحراك؟ وكان الجيش بحسب المعارضة داعما لهذا التوجه، كان القايد صالح داعما لهذا التوجه. لا، هذا لن يحدث أبدا. لقد تم، قلت لك في 2019. لا جاوبني على هذه النقطة لو سمحت أستاذ. سأجيبك سيدي الكريم، دعني أشرح لك. قلت لك في بداية حديثي أن الخلاف ما بين الجزائر والإمارات ليس وليد اليوم، وقلت لك أن دولة الإمارات حاولت التدخل في الشؤون الداخلية في 2019. كانت هناك مؤامرة تحاك ضد الجزائر، حاولت يعني التفرقة بين الشعب والجيش، والحمد لله اليوم الجيش والشعب لحمة واحدة. الجزائريين والجزائريات سواء كان تبتعد عن الجواب، أو شوية أو عرب. هذه لا، سأجيبك، دعني أجيبك. المعارضة ومعارضة الحراك ستختلف معك بالنظر إلى دور الأستاذ بلغيث في الحركة الباديسية النوفمبرية، وهم يتهمونه بالاصطفاف إلى جانب الجيش شق صف الحراك. دعني أسألك سؤالا إجرائيا بسيطا. أكيد أنك تابعت المقابلة التي أثارت كل هذا الجدل، أليس كذلك؟ نعم بالتأكيد. طيب، الزميلة فضيلة الجزائرية سألت ضيفها قائلة، وهنا سأقتبس مما قالته، أنقلك إلى نقطة ووجهة نظر اعتمدتها في الكثير من أبحاثك. قلت، وهي تتحدث إلى المؤرخ الجزائري، قلت إن الأمازيغية صنيعة المخابرات الفرنسية وبأن البربرة أصلهم عربي. انتهى الاقتباس. ألا يؤكد هذا السؤال بأن الرجل معروف بهذه المواقف المتطرفة وبأنه روج لها عبر كتب ومقالات وأبحاث قبل الحوار، لم يعلنها لأول مرة بمعنى آخر على قناة سكاي نيوز؟ ألم يكن هذا الرجل معروفا لدى السلطات الجزائرية بآرائه المتطرفة العنصرية ضد الأمازيغ؟ أن تتطرف وحدك قضية، وأن تكون تاجر إيديولوجيا هي قضية أخرى. أما أن تحاول إثارة النعارات أمام الملأ
لكن هو يثيرها عبر الأبحاث وعبر المقالات وفي الجزائر منذ زمن. أخرى. بروفيسور فواز، اعذرني جعلتك تنتظر طويلا. كيف تعلق على هذه المقاربة بأن الرجل كان معروف بآرائه المتطرفة ضد الأمازيغ بحسب الصحفية التي طرحت سؤالا موضوعيا ومحرجا في واقع الأمر، وكان الرد من قبل هذا المؤرخ في ذات السياق متطرفا ينتقص من الهوية الأمازيغية وما إلى ذلك؟ كيف تعلق على مقاربة السلطات الجزائرية؟ هل تم توظيف الرجل بشكل ما كما تقول المعارضة؟ لا أبدا. أنا أعتقد هذا ما تقول المعارضة هو موقف تآمري. ما يقوله زميلي بالقاسم مع كل احترامي للزمالة المهنية هو يجرم الرأي، هو يحرم الرأي، هو يشيطن الرأي الآخر. حتى وإن اختلفت مع أي رجل متطرف أنا أحترم آراء هذا الرجل. لا أعتقد أن كان هناك مؤامرة على الجزائر وثوابت الجزائر الوطنية. الجزائر أكبر وأهم من مؤامرات يصفها التلفزيون الجزائري. القضية أنا أعتقد وأتخوف أتمنى أن أكون مخطئا يا أستاذ أحمد. أنا أعتقد أن هناك خللا بنيويا في تعاطي السلطات مع قضية احترام الرأي الآخر، مع قضية الحقيقة احترام الرأي في الجزائر. جرعة التسلط السياسي أصبحت ضخمة للغاية في الجزائر. الآن هناك نوع من الفوضى في السياسة الخارجية الجزائرية، نوع الحقيقة استعداء الآخرين، لا أفهم لذلك. الجزائر تقول أنها تدعم الشعب الفلسطيني، وأنا أحترم وأنا أقدر المواقف الجزائرية خاصة في مجلس الأمن، ولكن في الجزائر لا نرى مظاهرات دعما للشعب الفلسطيني، نراها في المغرب الذي طبع العلاقات مع إسرائيل. عندما عقدت قمة عربية في غاية الأهمية من أجل مستقبل غزة والشعب الفلسطيني وعدم تهجير الشعب الفلسطيني من غزة، لم تحضر الجزائر.